لسه أول يوم لنا هنا يا جماعة في شقة بركة السبع. ما شاء الله الفيو من هنا حاجة جميلة جدا. ده طريق بركة السبع، القاهرة اسكندرية الزراعية. دي طبعا جدران كانت متأسسة، ولكن التأسيس مكانش كويس فهنسحبها كلها معجون زي كده. إن شاء الله هنظبط الدنيا ونوصلها لمرحلة ترضي العميل وترضينا احنا كمان. طبعا كان في عيوب كتير أوي في الحيطة. الوزر متقفل كله بالصابع، مش متقفل بالسكين. احنا هنقفله تاني بالسكاكين. تمام. لما نيجي هنا هنلاقي برضه فيه فتحات وفيه حاجات كتير بعد الشغل. ده شغل طبعا متشطب، ولكن هيعاد عليه مرة تانية عشان العيوب اللي فيه ديت. لكن الجدران كانت واقفة على الفينش. طبعا ده ليد بروفايل. للأسف اللي شغال دهنه معاه كمان عادي، متفرقش معاه. كل ده لازم ينضف تاني للأسف. ودايما بنقول يا جماعة حطوا طيب، حطوا أي حاجة عشان خاطر ما تبوظش الألمونيا ديت بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ده طبعا منظر السيراميك. السيراميك ده طبعا فيه عالي وواطي، وللأسف بتاع الجبس بوظ الدنيا تحت السيراميك. دي الأبواب ديت المفروض إن هي متشطبة دوكو فون، ولكن فيها نمش أو فيها قشر برتقان زي ما بنسميه في الدوكو. زي ما احنا شايفين طبعا الملمس محبب في تاريخ بوهيا، فطبعا الملمس لازم يكون حتة إزازة. إن شاء الله برضه هنظبطها وربنا ييسر وننزل الفاينل أو الفينش النهائي. طبعا المفروض تبقى حتة إزاز، ميكونش فيها التحبيبة اللي احنا شايفينها في الصورة دي. ارفع. دي هتبقى غرفة تغيير ملابس أو دريسنج. لسه إن شاء الله هتتقفل كلها خشب كده. ديت هنا غرفة تانية.